احلى مسا عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ عملت لكم بقى تحليه سريعه كده بالفراوله والكاستر والجيلي. هتشوفوا بقى الطريقه دلوقتي. جبت 3 بواكي من البسكوت وعملتهم في الكبه. في ناس بحبها كده بيحطوها كده في البايركس من غير الكبه، يعني بيحطوها بحلى وبيسقوها بلبن. بس قلت بقى اغيرها معاكم زي ما انتوا شايفين، وحطيت معلقتين بس من السمنه عشان خاطر البسكوت يبقى، انا جايبه بسكوت اللي هو مش تقيل، خفيف جدا يعني. معلقتين بس كده سيحتهم في الميكروويف اهو زي ما انتوا شايفين. يا دوبك اتفرموا معانا. حضرنا بقى الخطوة التانية. جبت كوباية مية مغلية، وجبت كيس واحد من الجيلي بالفراولة طبعا. كوباية مية مغلية، وهننزل بالكيس بتاعنا، الباكت بتاعنا من الفراولة. هنفضيه معاكم طبعا، هندوبه كويس جدا. حطينا نص كوباية من المية الساقعة، بس اللقطة دي ما اتصورتش. يعني كده حطينا كوباية مية مغلية ونص كوباية مية ساقعة. المفروض بنحط كوبايتين، بس انا عايزة قوام تقيل. وحطيت معلقتين بس من السكر. طبعا اللي حابب يزود السكر، انا مبحبش الحاجة مسكرة قوي بصراحة. فاللي حابب يزود السكر ده حسب الرغبة. قلبتها كويس جدا، وهحطها بقى في التلاجة عشان تبرد معانا، او تبرد معانا كده زي ما انتم شايفين. نحضر بقى الكاستر بتاعنا. هنجيب 3 كوبايات من اللبن. ادي اول كوباية، تاني كوباية، 3 كوبايات بالظبط من اللبن. وجبت كيس الكاستر دوت، جميل جدا بصراحة، جربته قبل كده. طبعا على كل كوباية لبن معلقة كاستر. هو الكيس ده يدوبك 3 كوبايات بالظبط. 3 معالق كاستر اهو على 3 كوبايات. هو كده تمام. طبعا هنقلبها كويس جدا. هنحط برضو 3 معالق من السكر، برضو حسب الرغبة. اللي حابب يحط سكر ازيد يحط، برضو مفيش مشكلة. هنحط 3. طبعا كل كوباية لبن عليها كوباية كاستر وكوباية سكر. طبعا هندوب كويس جدا كده على البارد قبل ما نرفعه على النار. ما تنسونيش بقى في اللايك لو عجبكم الفيديو، وكومنت حلو كده. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، تقل معانا بقى كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا سبته هيدي خالص. هننزل بقى نحضر الكاسات بتاعتنا والبايركس. بصراحة حبيت اعمله في بايركس كده، بيبقى يعني جميل، وحطيت كاسين معاه. هنجيب بقى البسكوت بتاعنا اللي احنا عملناه في اول الفيديو. بص هنحط الاول طبقة بسكوت. طبعا الموضوع على فكرة ما خدش وقت خالص، يعني الفيديو كده مطول معاكم لكن هو ما خدش وقت. كده ظبطنا اهو البسكوت زي ما انتم شايفين في البايركس بتاعنا والكاسات. هننزل بقى بطبقة الكاستر. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا بعد ما هديت معانا، هي سخنة برضو بس يعني زي ما انتم شايفين عشان تبقى تعمل الطبقات بتاعتنا. بصوا هننزل بقى بالكاستر بتاعنا كله كده على البسكوت. في ناس بقى ما بيحطوش بسكوت خالص، كنت انا عاملاها كده قبل كده برضو. بحط فراولة تحت وفي النص كاستر، وبعد كده الفراولة والجيلي على الوش. برضو كانت جميلة جدا، يعني اللي حابب كده. بس كله بقى غذاء لأولادنا. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. اهو كده خلصنا اهو. هنحطها بقى في التلاجة شوية، يعني يا دوبك نص ساعة كده بالكتير يعني. بصوا بعد ما مسكت معانا، كنت جايبة نص كيلو من الفراولة وغسلتها كويس جدا طبعا، وقطعتها قطع صغيرة. هنفردها بقى كده. طبعا هي مسك معانا الكاستر الحمد لله يعني نص ساعة بالظبط. الجو طبعا برد، فالحاجة بتمسك معانا بسرعة. هننزل كده بالطبقات الفراولة. ما شاء الله تبارك الرحمن. تحلية سريعة وجميلة جدا. الأولاد طبعا بيحبوا الحاجات دي جدا، وبيشتروها من بره بمبالغ، فاحنا نعملها في البيت. بس ما شاء الله. جبنا بقى الجيلي بتاعنا، كان طبعا بصوا عمل ازاي، مسك خالص كده بقى يعني كويس.
ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا احنا مش عايزينه ايه ماسك خالص، يعني لسه هنحطه تاني في التلاجة. اهو كده القوام بتاعه كويس. طبعا هنسقيه كده، لازم يبقى ماسك شوية والكاستر يكون مسك برضو عشان لما يختلطوش مع بعض. عاملين طبقات بقى شكلها جميلة جدا. كاميرا والله يعني ظلمها. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا عاملة ازاي، طعمها جميل جدا جدا. جربوها هتعجب اولادكم جدا. واللي حابب يحط بدل البسكوت فراولة، برضو طعمها تحفة. انا عملت دي ودي. بصوا ما شاء الله. طبعا حطيتها في التلاجة. ابص الطبقات مش باينة قوي برضو. البسكوت تحت وكسر في النص، ما اختلطوش مع بعض عشان كل حاجة كانت باردة، يعني حطيتها كانت باردة. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الاولاد كانوا مستعجلين عليها، يعني ما سابوهاش مسكت اكتر، يعني المفروض تقعد اكتر شوية. يا دوبك انا سبتها يجي نص ساعة كده تاني في التلاجة. المفروض تقعد شوية تاني. بصوا عاملة ازاي، جميلة جدا. وبألف هنا وشفا عليكم حبايب قلبي.